تخصيب اليورانيوم مصطلح بنسمعه لما تيجي سيرة الطاقة أو القنابل النووية، بس إيه هو التخصيب ده وبيتعمل إزاي؟ أول حاجة لازم نفهم إن عنصر اليورانيوم بيتكون من اليورانيوم 235 وده نسبته 7% بس من العنصر كله، وال 238 وده نسبته 99.3%. اللي محتاجينه عشان نعمل طاقة أو سلاح نووي هو ال 35، بس المشكلة إن نسبته قليلة، فأنت محتاج تعلي نسبته من 7% ل 90% عشان تعمل قنبلة، وهو ده التخصيب. طب بيتعمل إزاي بقى؟ عشان يخصبوا اليورانيوم لازم يفصلوا ال 35 عن ال 38، وبيعملوا كده بحاجة اسمها الطرد المركزي. أول حاجة بيحولوا الغاز اليو اف 6 وده عشان أسهل في فصله، بعدها بيدخلوه جوه اسطوانة بتلف بسرعة عالية جدا، وعشان ال 38 أتقل فبيروح لطرف الاسطوانة، لكن ال 35 لأنه أخف فبيتمركز في النص، وتقوم جاية أنبوبة متوصلة باسطوانة تانية وتقوم سحبة ال 35 اللي في النص اللي بقى مركز أكتر وتنقله الاسطوانة، وتكرر فيه العملية وتفضل تكرر، وكل مرة يبقى أنقى ونسبة ال 35 تبقى أعلى لحد ما يوصل للنسبة اللي احنا محتاجينها. بس كده، بسيطة. اعمل لايك واشتراك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.